تحويشة العمر راحت وما بقاش معايا فلوس. نصبوا عليا في 1,900,000 جنيه ولازم ارجع حقي. تعالوا نحكي لكم ايه اللي حصل للفنان صبري عبد المنعم وخلاه يخسر كل فلوسه. اسمه بالكامل صبري عبد المنعم حسين، ممثل مصري من مواليد يوليو سنة 1945. حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، ودخل مجال الفن في السبعينات، لكن اتشهر جامد في الثمانينات. الفنان صبري عبد المنعم مريض بالكانسر والقلب، وحاليا عنده الزهايمر مؤقت، وشغال بقاله أكتر من 43 سنة في مجال الفن. الفنان صبري عبد المنعم كان حاطط تحويشة عمره كلها في شقة، زي ما أغلب المصريين بيعملوا علشان يحافظوا على فلوسهم. قرر صبري فجأة يبيعها ويستفيد بالفلوس بتاعتها في حاجة تانية. المهم هو اتفق مع اتنين على البيع. كان مطمن لأن صاحبه كان في البيعة، والشخص التاني كانت واحدة صاحبة شركة مقاولات، فقال أكيد هاخد فلوسي والبيعة هتمشي زي الفل. اتفق معاهم على بيع الشقة والبيعة تمت والعقود اتمضت، وهم خدوا العقود وهو خد شيك بالفلوس اللي اتفقوا عليها. بعد ما كل حاجة تمت، كانت المفاجأة ان الفنان صبري عبد المنعم راح يصرف الشيك، واكتشف ان الشيك مزور وراح عليه 1,900,000 جنيه. فضل الفنان صبري عبد المنعم يدور على الاتنين اللي باعلهم الشقة، ولكن كانوا اختفوا. ساعتها طلع على مديرية أمن القاهرة علشان يبلغ. بعد ما المديرية عملت شغلها ووصلوا للنصابين فعلا، اتقبض على الاتنين اللي نصبوا على الفنان صبري عبد المنعم، وتوجه لهم تهمة النصب، واتحبسوا 4 أيام على ذمة القضية. الشرطة استدعت الفنان صبري عبد المنعم علشان تكمل التحقيقات وتسمع الأقوال وملابسات القضية. التحقيقات في القضية شغالة لحد دلوقتي، والفنان صبري عبد المنعم طلع في أكتر من لقاء يحكي تفاصيل اللي حصل. نتمنى إن شاء الله إن القانون ياخد مجراه والقضية تتحل بسرعة، وحق الفنان القدير صبري عبد المنعم يرجع كامل، والنصابين ياخدوا العقاب اللي يستاهلوه.